إنه الصبر إكسير الحياة، والله يحب الصابرين. قال بعض العلماء: والله لو لم يكن للصبر إلا أن عاقبته أن الله يحبك لكان مكرمة، فكيف ولو لم تتفرج كربك؟ ويزداد البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. إيمان شطر منه شكر وشطر منه صبر، وهذه الحياة إما يوم تتكدر فيه معيشتك ولربما بكت فيه عينك فتحتاج إلى دواء الصبر، أو أنها نعمة حلت بساحتك فلا بد لك أن تشكر، فأنت بين الصبر وبين الشكر حتى تلقى الله. والسعيد منا معاشر الأحباب من كان يفرح بإعطاء الله ويفرح بأخذ الله، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ويكفيك وأنت تقرأ قول الحق: والله يحب الصابرين. قال بعض العلماء: والله لو لم يكن للصبر إلا أن عاقبته أن الله يحبك لكان مكرمة، فكيف ولو لم تتفرج كربك؟ ويزداد البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. إنه الصبر إكسير الحياة، ومن لا صبر له لا إيمان له. ولذلك الصبر كما قال العلماء له 3 منازل: صبر على طاعة الله وهو أشرفها. بعضنا كانت صلاته عظيمة، يتصدق على الفقير وما في جيبه إلا 10، أعطى 5 وأبقى 5، تجد فيه رحمة. لما زاد ماله ترك صلاة الفجر، قل الذكر، شح بالمال، قطع الرحم. إذن أنت ابتليت بالنعمة فما صبرت، ويوم كنت فقير ما أجمل حالك وما أجمل حياتك. الثاني الصبر عن المعصية، وانظر إلى حال الناس في الصبر عن المعصية. ماذا فعلت الجوالات الذكية؟ ماذا فعلت الصور؟ لماذا يحارب الله عبدا بمال الله؟ يعطيه مال يروح يحاربه به. ليه تشاهد المرأة التي مرت؟ من اللي لف راسك الله يجزاك خير؟ نجلس في المجالس ويتكلم واحد فلان ما في خير، لم نصبر عن المعصية. الثالث الصبر على أقدار الله. فيك سكر يا أبو فلان، تقول الحمد لله جعل الله لي مرضا يلزمني بصبري عليه يكفر الله به ذنبي، فلا هو مرض يقعدني، إنما أتصالح معه، فكلما أكلت قرصا أو ضربت إبرة كفر الله مني من خطاياي، لك الحمد على موهبتك. المرض نعمة لكن للقلوب التي لا تتضجر. ولذلك قال الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة لينسوا فيها الآلام، وحرير خلاص النعومة، لأن الصبر نوع من الشوك. ولذلك من استعذب الصبر فإنه يعيش في الجنة هنا قبل الجنة هناك إن قبل الله منه. أهل الجنة لماذا دخلوها؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. دخول الجنة بما صبروا عن محارم الله، وصبروا على طاعة الله، وصبروا على أقدار الله. استحقوا الجائزة أم لا؟ ودع جسر جهنم وادخلها، والله ما تذكر من آلام الدنيا شيء، لأنك كنت نعم العبد إنه أواب. أحبابي، والله لقد صب على نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام من البلايا لو أتاك يوم منها لما بقي الإنسان منا به عقل أو مسكة قلب أو إيمان، ومع ذلك صبر. وقال الله له: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي أن طريقك يا محمد الصبر. واعلم أن الله عندما خلق الدنيا خلق الجنة، ولذلك قال الحبيب: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. دائما ما تكرهها النفس ترى خير،